قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي بعد طلباتكم الكتير. احب اقول لك ان ده الجزء الثاني من نوتشا المثير. لو ما كنتش شفت الجزء الاول هسيب لك الرابط في صندوق الوصف وفي اول كمين، ولكن اللي فات كان تسخين واللي جاي متعه للعين واللي قاعد تصبر في البدايه العاديه علشان تستمتع بالنهايه العالميه. وبيبدا الفيلم بتاهي اللي بتكون متجمعه هي واهل القريه علشان يرجعوا نوتشا وبنج لجسمهم تاني، لان بعد اللي حصل في الجزء الاولاني ارواحهم اتحطت في زهره اللوتس. طبعا كل ده خيالي ولا يمس الواقع باي شيء يا صديقي. المهم تاي بيقول لهم يلا يا حبايب التله يلا علشان تدخلوا فيها. بيدخل كل واحد جوه البوابه بتاعته ويا دوب 10 دقايق واجسامهم بترجع لطبيعتها تاني، ولكن بيكونوا لسه زي الجيلي محتاجين ينشفوا يا صديقي. تاي بيقول لهم محدش فيكم يتحرك من مكانه، اجسامكم لسه زي الجيلي. دلوقتي ده الزعيم ليه ومراته بيحضروا في المكان. هو بيقول لتاي انا جمعت كل الرجاله علشان يراقبوا التنانين ويشين عند الممر. بيقول لهم حلو قوي وانا اخلص بس اللي ورايا معايا نوتشا وبنج اجسامهم هترجع لطبيعتها تاني. بيقولوا خلصان انا هروح علشان اشوف الوضع وصل لايه هناك. دلوقتي ده الجيش فعلا بيكون متجمع هناك وكلهم واقفين هناك مستنيين مين؟ شين غوانجراغو. اعذرني يا صديقي لسه بتعلم صيني جديد. المهم سلكت الاسنان ده بيكون واقف قصاد الجيش بطوله، ولكن كالعاده يا ساده الواد بيكون عامل حسابه والدنيا معاه زي القشطه بالزلابه، لان اللي حصل قبل دلوقتي بساعتين وبالتحديد في قصر التنانين ملكه البحر بتقول له واللؤلؤه موضوعها اتكشف ونوتشا رجع تاني، احنا هنروح فيها ولازم نشوف حل للموضوع ده ونخلص على كل اللي في القريه بما فيهم نوتشا، وبكده تبقى خدت حق ابنك بنج اللي راح في غمضه عين. شين بيقول لها هو ده كلام المعلمين المظبوط. باقي التنانين كلهم بيقولوا للملك حق ابنك لازم يرجع، ولو انت عجزت ومش عارف تجيبه قول لنا. بيغضب هو بيجيبهم كلهم على الارض. بيقول لهم انتوا فاكرين اني ما اقدرش اجيب حق ابني بنفسي؟ الملكه بتقول له احنا حبينا بس نساعدك يا ملك. بيسيبهم لكن الملكه بتقول له استنى انت تقريبا نسيت انا ممكن اعمل ايه. بيكون عندها قوه خارقه بتقدر تنقل اي حاجه من مكان لمكان تاني. بتقلع الضفر ده من ايديها وبتديه لشين وبتقول له خد الضفر ده لحد ما مرت قريه نوتشا، الوحوش المسجونه هتساعدك في الحرب دي. شين بيدوس على الضفر بيكسروا ال 100 حته، بيطلع سلاحه والاثنين بيعملوا ميكس جبار. بيكون سلاح فتاك يا صديقي. بيضرب سلاحه بيخليه يلف حوالين القريه كلها. الفتحات بينزل منها برك النار والنار دي بتطلع منها وحوش كانت محبوسه جواها. جنود القريه كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه وبيقولوا هربوا ازاي دول كانوا محبوسين. الوحوش بتطلع وهي متسلسله وبيهجموا بكل ما اتاهم من قوه على الممر. الجنود بيقفوا لهم ولكن عددهم بيكون كبير قوي يا صديقي. التخبيط بيشتغل في المكان والوحوش بيكونوا مسيطرين عليهم. وطبعا يا صديقي انت مستني مين؟ نوتشا المهين، ولكن للاسف ما بيكونش في حد معاهم. يا دوب الزعيم ليه ومراته بيكونوا سادين قصاد الوحوش دي. بينزلوا فيهم تخبيط. ليه بيقول شين لسه عايش ومالوش لزوم اللي انت بتعمله ده كله. بيقول له انت كذاب وبياخد بعضه وبيروح لتاي ياخدها جري وراه. بيشوف بنج وبيكون في منتهى السعاده، ولكن بمجرد ما بيشوف الزهره اللي فيها نوتشا بيهجم عليهم. ما بيقدرش يكسر حجر الحمايه وتاي بيقول له ما تيجي تضربني على احسن. فبيفتح الممر ده بيطلع منه التنانين وتاي بيضرب نفسه بنفسه. التنانين بيهجموا على الحجر بيفرتكوه ولكن ما بيلحقوش يخلصوا عليهم، وده بفضل مين؟ الولد المهين بنج. بيكون عامل حاجز تاني ولكن بيأثر عليها صديقي. ابوه بيحس بيه هو بياخدها جري لفوق بياخده في حضنه وبنج بيقول له حقك عليا يابا انا فشلت ما قدرتش انقذ عيلتنا. بيقول له ياك تقول الكلام ده تاني انا بس عايزك تقوم بالسلامه. بنج بيفضل يعيط واخيرا بيرجع حامل عرين. الوحش المهين نوتشا بمجرد ما بيشوف بنج بياخدها جري عليه. بيقول له ايه اللي حصل لك اخويا مالك؟ تاي بيقول له المفروض ما تتحركش جسمك لسه ما نشافش. نوتشا بيقول له لازم نشوف حل اعمل اي حاجه. بيقول له من غير زهره اللوتس مش هنعرف نعمل اي حاجه. بنج بيقول له لا انا مش مهم انا مرتاح واستاهل كل اللي يجرالي يا نوتشا، ولو اللي هيحصل لي ده هيخليك تعيش انا موافق يا نوتشا. بيقول له ما تقولش الكلام ده تاني وانا يا اخي مبسوط اني شطان ومش عايز اخد مكانك اوعى تموت يا اسطى. ولكن للاسف يا صديقي اسمه بينهار تاني. بنج بيقول لافا ارجوك وقف الحرب دي اعتبرها كانت امنيه حياتي، وجسمه بيتنشف بالكامل يا صديقي. روحه بتطلع من جسمه ونوتشا بيقول لي تاي يعمل اي حاجه يا عم اكيد في طريقه تاني. بيقول له خلاص سلسة سيب بنج يشاركك جسمه بقى. وانج بيقول له مستحيل طبعا انت بتقول ايه يا عم؟ بيقول له الاثنين دول جايين من نفس المكان فبنج يقدر يخش في جسمه. بيقول له اعتبره ملبوس وهنبقى نجيب له شيخ ونطلعه هم بس 7 ايام مش اكتر. نوتشا بيقول لهم تمام انا موافق تعالى يا اسطى خش في جسمي. بيدخل في جسمه والاثنين بيتحشروا في جسم نوتشا. وانج ما تزعلش بقى حل مؤقت بدرهم القصر بتاع يوشو في اكسير يقدر يرجعه لطبيعته. هنجيب الاكسير ده ونحطه على زهره اللوتس وبكده هيرجعوا لطبيعتهم تاني. شين بيقول له هتاخده ازاي يا فالح؟ بيقول له هروح للمعلم واطلبه منه. بيقول له ولا بتخطط تروح ترشد علينا وتقول على اللي احنا عملناه وانت متاكد ان المعلم مش هينقذ حد من اولاد التنانين؟ بيقول له علشان ابني انا هدي الدنيا باللي فيها. بيقول له ده جلالتك مش كده انا ممكن اعمل لك خطه من عندي. تلاميذ تشان اللي بينجحوا في التدريبات بيدخلوا الاختبارات واللي بينجح في كل الاختبارات دي بيقدر ينزل البدروم وبياخد اداه سحريه واحده بس جايزه ليه هو. مرات الزعيم بتقول له يعني قصدك نوتشا يدخل الاختبارات دي علشان ينجح ويجيب الاكسير صح؟ تاي بيقول له مستحيل طبعا ده في الاساس لؤلؤه شر يعني شيطان ومجرد ما يستخدم قوته هيتكشف. شين بيقول له يا غبي ما هو بنج دخل في جسمه وكده كده هو كان لؤلؤه الخير. بيقول لهم مستحيل يحصل ده كله اللي انتوا بتعملوه ده غش. بيقول له امال انت عايز نعمل ايه يا فالح؟ بيقول له نقول الحقيقه للمعلم وانا متاكد انها هنصعب عليه وهيوافق. وانج بيقول له يا ابن الهرمه هو انت فاكر اني هستناكم تروحوا تطلبوا منه ويا عالم وافق ولا لا؟ بيسكتهم كلهم وبيزنقهم في الحيط. بيقول له انا هقول لك كلمتين تحطهم يا هيتي حلقه في ودانك انا لو ابني مات هساوي الممر ده بالارض وهجيب له قرار ازاله. نوتشا بيقول له بنج صاحبي يا ابن الهرمه
مهمه، واكيد طبعا مش هسيبه يروح مني. لو قلبك جايبك تعمل حاجه في الممر خليك عارف ومتاكد ان همحكم كلكم من على وش الارض. يسيبهم هو بيقول لهم محدش هيمشي من القريه غير تاي وناتشا، ولو حد من القصر عرف اللي حصل هنا اعتبروا الممر انتهى، والقريه دي هشيلها من على وش الارض. انت يا شين انا مش واثق في اي حد من اخواتي وما اقدرش اقعد بره جسمي لفتره طويله، ممر القريه في حمايتك. بيقول له تمام يا ريس. اهل القريه كلهم بيحضروا، هو بيفضلوا يودعوا ناتشا. هم بتقول له مفيش حضن يلا قبل ما تمشي. اهل القريه كلهم بيفضلوا باصين عليه، بيتكسف وبياخد بعضه ويمشي. وهم ماشيين طيب بيقول له انت ده وزع فكرت هتعدي الاختبارات اللي جايه لك دي ازاي؟ يقول له هي ايه الاختبارات دي يعني؟ يقول له لازم علشان تفوز تهزم 3 ملوك شياطين وتعدي منهم بسهوله. يقول له يا عم دي حاجات بسيطه مش تقول من الاول. يقول له بس خلي بالك لو قوتك الشيطانيه طلعت هتتكشف، وعلشان كده لازم تسيب بنج يسيطر على كل جسمك. يقول له خلينا نروح نجرب. بيقفوا في المكان ده وبيبداوا تدريب، ولكن نوتشا ما بيكونش عارف يسيطر على جسمه. طيب يقول له استنى انا لقيت الحل، هتاخد حبه منوم من دي. يقول له منوم ازاي يعني؟ يقول له بمجرد ما تاخدها هتلاقي نفسك رحت في النوم، وبمجرد ما انت تنام بنج هيقدر يسيطر على كل جسمك بكل سهوله. يقول له فكره جامده طحن. بيفتح البرطمان وبيرفعه كله في ثانيه بيروح في النوم وبنج بيسيطر على جسمه بالكامل. طيب يقول له ايه الجمدان ده؟ الخطه نجحت يالا. يقول له هنتدرب يا معلم. يقول له هنتمرن يا قلب المعلم، ولكن المره دي مش هرحم حد، هات لي اخرك يالا. المهم يلا بينا علشان نلحق. بيطلعوا فوق ناحيه القصر، هو بيقابلوا في طريقهم الجيش ده. يقول له هو ايه ده يا معلم؟ يقول له دول صيادين الشياطين بيلفوا العالم كله علشان يحققوا فيه العداله، ودلوقتي القائد بتاعهم هو ديرو وده تلميذ المعلم يانج. المهم بيوصلوا عند قصر يوشو وبيدخلوا جوه. المعلم يانج بيرحب بيهم، وبعد الغدا بيقول لديرو خدهم علشان يبداوا الاختبارات وخليك انت الحكم بتاعهم، شوف مين من الصيادين طالع وخلي نوتشا يروح مكانه. وفعلا بيروحوا بيبدا المستوى الاول اللي بيكون عند الحراميه السحره دول. الدنيا بيكون ماشيه معاهم عال العال، ولكن بيحضر في المكان الولد السندال نوتشا. يقول لهم يا منطقه ما فيكي راجل، انا عايز راجل ينزل لي تحدي ويجي يأدي، بس لو هزمته مش هعدي. ها في راجل هنا ولا؟ زعم المكان بيقول له بقى انت يا وزع قلبك جايبك تنزل وتيجي لحد هنا، انا هوريك هعمل فيك ايه. يقول له يا اما تصدق اني خفت، تعالى يا حبيبي وريني نفسك. بمجرد ما بيقوم له بيبلع حبايه، بنج بيحضر مكانه وهي واحده في الاسترفيك وبيجيب السنجاب في الحيط. الزعيم بتاعهم بيقول للواد ده خش عليه يلا. يقول له ما يصحش يا زعيم اخد اللقطه منك. يقول له بقول لك خش عليه. شبطه بيروح له وبيقول له ايه يعني حته قزع زيك ولا يهزاني. نوتشا بيفوق من النوم وبيرجع تاني لجسمه. شبطه هي واحده بيريحه على الارض، بيوقع المنوم كله في حله الاكل. نوتشا بيفوق وبيروح بيلاقي المنوم كله اتفضى. تفتكر انه هيعطل يا صديقي؟ لا والله بيرفع المنوم باللي فيه، والزعيم بيفرح فاكر انه خلاص خلص عليه، ما يعرفش ان الوحش المهين راجع. هي واحده في الثانيه في الثالثه بيلفوا زي الكره وبيحطوا في البلاص. الوحوش كلها بتخاف وبتاخدها جري من المكان، ولكن الصيادين بيحوطوهم من كل اتجاه وبيقبضوا عليهم يا صديقي. وفعلا تاني يوم المعلم ده بيكون بيدرب في الوحوش دي، والراجل ده بيكون ابو شين ابن الهرمه يا صديقي. نوتشا بيخش عليهم وبيقول له عملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا من فوق الموج عدينا وطباشا يبش علينا. ابو شين بيقول له برافو شطور يا قمر، هم ساطرين وهتعمل مهرجان محترم. بيقول له بجد يا عمو ما تحرجنيش بقى دي حاجات بسيطه. بيقول له انت باين عليك شاب طموح، قول لي بقى داخل نافش ريشك علينا ليه؟ يقول له مش شايف حد قدامي يا عم. يقول له ماله حبيبي هوريك. يقول له انا اللي هوريك تمامك دلوقتي يا راجل يا عجوز. بيرفع 3 حبات ويا ويلك من اللي جاي هيبقى اصعب من اللي فات. بنج بيهجم عليه والاتنين بينزلوا في بعض تخبيط. العجوز بيستهزأ بيه ما يعرفش ان نوتشا هينهيه، بينزل تخبيط فيه وبيكسر عظمه بايديه، ولكن العجوز بيتحول عليه بينزل طحن فيه وبياخده تحت الميه، بيديله درس عمره ما حلم بيه، ولكن بنج بيتجنن عليه بيحول المكان بالكامل لتلج يا صديقي. يقول له غشيم هو الشعر ده شاب من شويه بهيم بيضرب تعويذه المطر على ايديه بيعمل سحابه كبيره في المكان. ابو شين بياخد باله من الورطه اللي ابوه فيها وبياخدها جري عليه، ولكن بيكون فات الاوان يا صديقي. الاثنين ننزل في بعض تخبيط من النار، والعجوز بيدمر بنج بالكامل بيعمل سيف بايديه هو بيكون خلاص هينهيه، ولكن بنج بيتلج دراعه وهو بيخليه يقطعه بنفسه. التعويذه بتختفي وبنج بيقول له ما كانش له لزوم تقطع دراع، انا ما كنتش هموتك. ديرو بياخدهم كلهم على القصر بيكتفوهم كلهم، ولكن ابنه بيحضر في المكان بياخدها جري عليهم وبيقف في ظهر ابوه، بيشوف دراع باباه في ايد بنج وبيهجم عليه. الحرس بيهجموا عليه ولكن شياو بيتصدى ليهم. ديرو بيجيب اخره وبيطلع السهم بتاعه وبيضرب بيه، السهم بيكون خلاص هيجي فيه، ولكن باباه بياخد الضربه مكانه يا صديقي. ديرو بيكون خلاص هيكمل عليه، ولكن العجوز بيضرب الارض بيخلي الميه ترجع تاني، ياخد ابنه بسرعه البرق وبيهرب بيه من المكان. بيعمل اسهم ملهاش عدد وبيرميهم عليهم، ولكن العجوز بيحمي ابنه بكل ما اتاه من قوه وبيقول له اهرب بسرعه من المكان امشي قبل ما حد يوصل لك. الرجاله عند الممر بيكونوا شغالين بينقلوا الحاجات اللي محتاجينها في القريه، وشين بيكون قاعد على الغداء مع علي ومراته، ومره واحده الحرس بيوصلوا المكان وبيقول لشين في حد عايز يشوفك، ومجرد ما شين بيشوف اخوه بيكون في منتهى الصدمه وبيقول له ايه اللي حصل ده؟ بيقول له هجموا علينا وابوك دراعه وراح منه. بيقول له مين ابن الهرمه اللي عمل كده؟ بيقول له اسمه نوتشا، وبيتوكل على الله يموت يا صديقي. شين بيكون في منتهى الغضب والحزن على اخوه وباباه اللي راح هذا. في الوقت ده نوتشا بيكون مع تاي ودر بيقول لهم احنا كده عدينا الاختبار الثاني، ايه رايكم نريح كام يوم ونكمل؟ تاي بيقول لنوتشا احنا ما قدامناش غير يومين. نوتشا بيقول لهم ملوش لزوم انا جاهز للتحدي الاخير، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه اتنين من حرس القصر بيوصلوا المكان بيقولوا لهم الحقونا يا جماعه في كارثه حصلت في الممر. نوتشا بيوصل هناك هو بيكون في منتهى الصدمه من اللي حصل، القريه بالكامل اتدمرت يا صديقي، ما خلوش فيها لا اخضر ولا يابس. نوتشا بيفضل يقول يابا يا اما، بيفضل يصرخ ويجري في المكان، ولكن المكان كله عباره عن تراب يا صديقي، وهو ماشي بيلاقي خوذه امه هو بيكون في منتهى الحزن عليها. المعلم يانج بيحضر في المكان وبيقول مين ابن الهرمه اللي ممكن يعمل جريمه زي دي؟ بيقول الاخبار اللي وصلتني انهم خدوا ضربه جامده والكل طب ساكت مكانه. بيقول له احنا لسه ما جبناش الاكسير، هم عملوا كده ليه؟ بيقول يا جماعه تعالوا بصوا بسرعه مفيش شيطان هيبقى عنده الايد دي كلها. يانج بيقول له معقول يعملوا كده؟ التنانين كلهم في البحر الشرقي بيحرسوا الخاتم، ايه اللي ممكن يجيبهم هنا؟ بيقول له يا معلم تقريبا الملكه روم في البحر الغربي وبتقدر تتنقل من مكان لمكان. بيقول له بس هم تحت حراسه ملك التنانين، معقول يكون عمل كده؟ نوتشا بيقول لهم ايوه هو اللي عملها، وبيركب العجله بتاعته وبيمشي من المكان. بيجري وراه
هو بيقول له انت رايح فين؟ كيلو بيقول له لا ده طريق قصر الجمجمه، اكيد رايح لاخر مستوى. وفعلا بيوصل الجبل، وكل ما اتاه من قوه بيهجم على شيطانه الجبل، بينزل فيها تخبيط، هو بيجمع قوته وهي ضربه بيفرتكها 100 حته. يقول له انت فاكر اني خلصت؟ انا ما بخلصش يالا. وبتتحول لجبل وبتهجم عليها صديقي، بتحط دماغه في الطين غلبانه وما تعرفش انه وحش مهين، وكل ما اتاه من قوه بيطلع النار اللي جواه، هو بيحوطها من كل اتجاه لحد ما بيدمر الجبل بالكامل. بينجح في كل الاختبارات، والمعلم يانجي بيقول له مبروك يا نوتشا، كده انت عديت الاختبارات، وتعالى دلوقتي عشان ادخلك البدروم واختار الجايزه اللي انت عايزها. بينزلوا تحت، هو بيقول له ها يا نوتشا فكرت انت عايز ايه؟ بيقول له عايز الاكسير، وفعلا بيجيب له الاكسير وبيديهوله وبيطلعوا فوق. ويانجي بيقول له انا بعت 12 واحد يبلغوا باقي المعلمين باللي عملوه التنانين، بس المسافه كبيره قوي، انا مش هستناهم لحد ما يوافقوا وهخلص على التنانين بنفسي. ها يا نوتشا هتبقى جنبي في الحرب دي؟ يقول له هرجع القريه اخلص دين عليا وبعدين هرجع لقصر التنانين تاني. وفعلا بيروح القريه هو وتاي، هو بيحط الاكسير على الزهره بترجع تاني علشان بنجي يرجع لجسمه زي نوتشا صديقي. نوتشا بيقول له انا كده سددت لك كل اللي عليا. يقول له طيب استنى لحد ما ابقى كويس ونروح مع بعض القصر. يقول له انت عارف كويس انا هعمل ايه، يا ريت ما تتعبش نفسك على الفاضي، والمره الجايه اللي هنشوف بعض فيها هنبقى ألد اعداء مش اعز اصحاب يا صاحبي. وبياخد بعضه ويمشي، يروح عند قصر التنانين اللي بيكون اتحط بالكامل في الفرن اللي هيتعدموا فيها صديقي. وانج بيطلع فوق وبيشوف اللي بيحصل، والمعلم بيقول له انجز اعترف يلا على اللي انتوا عملتوه. يقول له انتوا عرفتوا اللي حصل؟ ابن بنج عايش ولا مات؟ انا راضي بكل اللي هتعملوه فيا. يقول له انت بتهبب ايه؟ المعلم الكبير امركم انكم تحرسوا بوابات وحوش البحر، وبدل ما تعملوا كده اتفقتوا معاهم ودمرتوا قريه تيشا. الجريمه اللي عملتوها دي مستحيل تعدي عليكم بالسهل. وفعلا يا صديقي بيفتح عليهم الفرن الكبير علشان يعمل منهم حواوشي وفطير. وانج بينزل تحت وبيقول لهم اطلعوا لي كلكم. اخواته بيطلعوا له، بيقول لهم عملتوا ايه في القريه؟ اخته بتقول له مش انت اللي قلت لنا اسمعوا كلام شين انصدام، ولكن ما بيكونش في وقت للصدمه صديقي. بيطلع لهم وبيقف في وشهم بطوله، وبياخدها جري وبيهجم على المعلم، ولكن كرانه بتطلع عليه بجناحها، هو بيكون واقف جنبها تيرو. الاثنين بيعملوا ميكس جبار، هو بيكونوا عليه مسيطرين، ما يعرفوش انه في الاساس تنين وهيتحول عليهم لوحش مهين. بينزل فيهم تخبيط، هم ما بيكونوش عليه قادرين، بياخدها جري هو خلاص هيقتل المعلم يانج، ولكن بيحضر في المكان الاسد المخيف، بياخده وبينزل بيه تحت الميه. هو بيقول له انت بتعمل ايه؟ مش خايف تتكشف قصادهم؟ بيقول له انا نبهت عليكم ولو قربتوا من ممر القريه هخلص عليكم بالكامل. الاثنين بينزلوا في بعض تخبيط بكل حرفيه، هو بيكونوا مع بعض 100%. يا ابني انت جاي مع مين؟ ده نوتشا قاهر المعلمين، بيفعل عليه الوضعيه اللولبيه وبيرميه جوه الفرن دي. يانج بيقفل الفرن عليه، هو بيروح لنوتشا وبيقول له حتى ملك التنانين ما قدرش عليك، انت قوتك يا ابني ملهاش حدود. بيروح يقعد على الفرن علشان يخلص عليهم، ونوتشا بيكون في منتهى الحزن على باباه ومامته اللي راحوا في غمضه عين، فاكرينه هيعديها بالساهل. خلي بالك يا صديقي اللي فات كله كنا بنقول يا مساهل. نوتشا بيلاقي باباه ومامته جايين جري عليه، وامه بتاخده في حضنها بتقول له انت كويس يا ابني طمنا عليه. بيبصوا لهم هما الاثنين وبيفضل يعيط بحرقه يا صديقي. بنجي بيقول له ابويا مش هو اللي دمر القريه دي يا نوتشا. بينصدم، والزعيم ليه بيقول له ابن الهرمانج هو اللي عملها، لان بعد ما اخوه شين راح قال له على اللي حصل ومات في ايديه على طول لقوا التنانين هجموا على القريه. الحاجز بقى ما بيقدرش يستحمل واتكسر، ولكن فجاه التنانين بيهجموا على التنين ده، لان التنين ده بيكون مين؟ ابن الهرمان معلم يانج يا صديقي. بيقول له تنانين حلوه قوي الحوار ده. شين بيقول له انت ليه هنا يا ابن الهرمه؟ بيقول له مش موضوعنا، انت ايه اللي مقعدك مع التنانين؟ انتوا ناويين على ايه؟ بيقول له انا اللي بسالك، انت ليه سجنت ابويا؟ يا ترى ايه اللي ناوي عليه؟ بيقول له مين قال لك اني سجنته؟ بيقول له محدش غيرك يعرف يعملها، لان نوتشا مش هيهجم عليه هو واللي معاه من غير اوامره، والسم اللي جه في اخويا وموته هو بتاع تلميذك ديرو. طول عمرك الراجل واطي وما يجيش من عندك غير الواطيين اللي زيك. التنين بيقول له ده بس يا معلم، بما انك ماسك قصر يوشو اكيد تعرف التعويذه اللي تفك لنا السلاسل اللي علينا دي. بيقول له اكيد اعرفها، والمقابل ايه؟ بنت الهرمه بتقول له اكيد انت عارف احنا نقدر نعمل ايه لو طلعتنا من الحوار اللي احنا فيه ده وفكت لنا السلاسل دي، فاحنا كده بكل بساطه هنبقى تحت اوامرك. بيقول لها كده الكلام يحلو، بيفكوا لهم السلاسل. هو بيقول لهم خلصوا على القريه باللي فيها بنت الهرمه دي. شين بياخدهم وبيرمي المكان، وهم الثلاثه بيدافعوا عن القريه بكل ما اتاهم من قوه، ولكن اولاد الهرمه بيتكتروا عليهم. بس على مين؟ شين بيعمل خطه بيوقعهم كلهم في ورطه، بيخبيهم في المجاري. شين بيقول له انا ما بقاليش لا حبيب ولا قريب ولا غريب ولا صديق، يلا اشوفكم على خير. وبياخدها جري لبره، بيبعد عنهم الوحوش، وبيقف بطوله قصاد ولاد الهرمه دول، بيفضل واقف بطوله في وشهم. واللي بتقول الشياطين اللي بتقبض عليها مش زي اللي بتتدرب في القصر، دي بتدخل جوه وبيخلص عليها علشان مصلحته، علشان قوته تزيد. مراته بتقول بعد كل اللي سمعتوه ده احنا لازم ناخده ونحاكمه عند المعلم الكبير. الكل بيكون في سكوتان والحرس ولا كانهم سامعين حاجه، لان غسل لهم دماغهم يا صديقي. بنجي بيقول له نوتشا انت كنت ظالمهم وانا مستحيل اسيب ابويا يموت. ياخدها جري على اولاد الهرمه دول وبينزل فيهم تخبيط، ولكن كرامه بنت الهرمه بتتصدى ليهم، وديرو كمان بيهجم عليه، ما يعرفش ان في ظهره صاحب مخلص وفنان. نوتشا بيهجم عليه، ولكن ابن الهرمه بيضربهم بسهم بيكون فيه ضافر ارض، بيفتح لهم بوابه يطلعوا منها. وانجي بيقول لهم انتوا خنتوا العهد، بتقول له مفيش في ايدينا حاجه وكل واحد اضرب مصلحته، وبياخدوا بعضهم ويمشوا. وانجي بيقول له الوحوش اهم اللي انتوا جريتوا وراكم باعوكم في لمح البصر. في الوقت ده بيهجم بنج على يانج، ولكن بيرمي عليه تعويذه بيثبته مكانه. نوتشا بيروح جري وراه وبيكون خلاص هيموته، ولكن بيرمي عليه نفس التعويذه دي بتعمل شوك في الجسم كله، بتخلي كل حركته بقلم يا صديقي. ابن الهرمه بيربط الباقيين وهو بيجيبهم كلهم جنبه. بيقول لنوتشا التعويذه دي عباره عن 1000 شوكه، 1000 شوكه في عروقك واعصابك، يعني اي حركه منك تبقى بالسلامه يا وزع، ولا اقول لك خليها بالسلامه ليكوا كلكم. وفعلا بيرميهم في الفرن يا صديقي. وانجي بيتلقاهم كلهم، هو بيجري ياخد ابنه في حضنه، ولكن بيلاقي جسمه مليان شوك. بيقول له يانجو هو اللي عمل المصايب دي كلها يابا، ونوتشا ضحكوا عليه علشان يعمل كل ده. وانجي بيروح على امه وابوه وبيفك الحبال اللي مربوطين بيها، بيروح
بيروح على المكان ده وهو بيفك السلاسل اللي مربوط بيها كل الوحوش المحبوسه. بيقول لهم كلنا هنموت هنا، ولكن قبل ما نموت اي حد ليه حق عندي يجي ياخده. الكل بيسامحوه. هو بيقول لهم الكل يركز واقعدوا لاطول فتره تقدروا عليها. الكل بيركز. هو بيقول لابنه ركز كويس يا بان، واقعد لحد ما تقدر، لحد ما تتفك اللعنه. بيقول له مش عارف هقدر ولا لا يابا، اللعنه اقل حاجه بتكون 6 ساعات علشان تختفي. ام نوتشا بتجيب اخرها، ونوتشا بيقول لها فوق يا اما، وهي ما تسيبنيش. بتفوق. هو بتقول له نوتشا امسك نفسك يا ابني انت قدها. بيقول لها ما تقلقيش عليا انا هبقى كويس، وتروح تاخده بالحضن. هو بيقول لها بلاش يا اما الشوك هيعورك. بتقول له مش مهم يا نوتشا انا عايز اخدك في حضني ولو مره واحده بس يا ابني. يفضل يعيط بحرقه من كلامها ليه. هو بيفتكر كل لحظه حلوه من يوم ما اتولد عاشوها سوا، وقد ايه كانت احن واحده عليها صديقي، وحامياه من اي حاجه تفكر تاذيه. نوتشا بيقول لها كان نفسي افرحك بيا، كنت عايز افرحك زي ما بتفرحيني. وللاسف امه بتموت وهي في حضنها صديقي، وده بيكون الحضن الاخير. كلهم بيكونوا في منتهى الحزن عليها. وان كنت فاكر ان دي نهايه الفيلم وهسيبك معيط تبقى غلطانه صديقي، اللي فات كان حنان واللي جاي كله جنان. نوتشا عليهم بيتحول. هو بيكون في منتهى الغضب، بيطلع من جسمه كل الشوك اللي عليه، والكل بيكون في منتهى الصدمه من اللي بيحصل. ما هم غلابه ما يعرفوش ان اللي قدامهم شيطان ملك عصابه. تعال. جسمه بيتغير، وها هو الابديت الجديد للوحش المميت نوتشا. بيربط الاسوره دي في ايديه. هو بيروح لاعز صاحب ليه وبيسلم عليه، بيكسر اللعنه اللي في جسمه. هو بيقول له بينا نخلص على اولاد الهرمه دول. الاثنين بيعملوا ميكس جبار سوا. هو بيفتحوا غطا الفرن صديقي. ابن الهرمه بيتصدى ليهم وبيعمل شجره من فوق الفرن علشان تقفلها تاني. بيخلي جيشه كله يقف عليها، ما يعرفش ان تحت في جيش ولا ها. بيقفوا كلهم في ظهر الرجاله الجدعان. المفروض ان الخير كده قصاد الشر يا صديقي، ولكن الايه بتتقلب. كلهم بيساعدوه بكل ما اتاهم من قوه. هو بيدمروا الشجره دي والفرن اللي هم فيها. وانج بيقف قصادهم هو الرجاله. هو بيكون وراه جيش من الوحوش يا صديقي. الاثنين بيهجموا على بعضهم، واللي يقدر على التاني الله يسهل له. الاثنين بيكونوا مع بعض سادين. هو بينجو ونوتشا بيهجموا على بعض. بيدخل لهم البتاعه دي. هو بيقول لهم انا هوريكم يا اولاد الهرمه. بيكتفهم هم الاثنين. هو بينزل فيهم تخبيط، بيحاول يبعد الاثنين عن بعض، ولكن اللي ما كانش عامل حسابه الاثنين بيوصلوا لبعضهم. بيدمروا كل اللي عملوا بالكامل، وبيعملوا مع بعض ميكس جبار. بيهجموا عليه بكل ما اتاهم من قوه، وهي ده يا صديقي القوه. تعال. بيكسروا عظمه وشه لحد ما بيخلصوا عليه بالكامل يا صديقي. نوتشا بياخدها جري عليه علشان يقتلوه، ولكن اولاد الهرمه بياخدوه ويهربوا من المكان. اخيرا كلهم بينتصروا في الحرب، وكل ده بفضل الاثنين الاساطير نوتشا وبنج الكبير. وهنا بينتهي الجزء الثاني من الفيلم والاخير. اتمنى صديقي يكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت. وخش خد لفه في القناه، صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك.